في اللحظة دي حتى بعض المحققين بدأوا يسألوا نفسهم، يا ترى محمد فعلا اكتشف خيانة مراته ولا في تفاصيل لسه محدش يعرفها؟ في البداية المحققين ما قدروش يستبعدوا كلام محمد. لو منى كانت فعلا بتخونه لازم هيكون في دليل للخيانة، وبدأوا من أكتر شخص محمد كان مقتنع إن هو السبب في خراب بيتهم، ابن خالتها. محمد أكد للمحققين إنه مش شخص عادي، لأ، هو فعلا الشخص اللي منى كانت على علاقة بيه، وإن المكالمات بينهم ما كانتش بتقف، وكان ساعات بيجيلها البيت وهو مش موجود. وكل اللي حصل ليلة الجريمة كان سبب المواجهة ما بينه وما بين منى. وفعلا بدأت المباحث تراجع سجلات المكالمات وتسأل الشهود وتفحص موبايلات الزوجين. وهنا ظهرت أول مفاجأة، وهنا ظهرت الحقيقة. المكالمة اللي محمد كان بيتكلم عنها فعلا حصلت، بس هي كانت مرة واحدة بس بعد الجواز مباشرة، وابن خالتها كان بيتصل عشان يبارك لهم فعلا، وبعدها ما اتصلش تاني. ما كانش فيه أي شيء غريب أو غير طبيعي، وكده أول دليل ما بقاش موجود ووقع. لكن محمد كان لسه متمسك بروايته وقال طب والرسايل، وأكد للمحققين إنه شافهم بنفسه، وإن هي كانت جوابات حب ما بينهم، وإن كان في رسائل حب وكلام رومانسي مكتوبة لشخص اسمه محمد. وهنا فعلا رجال المباحث فتشوا الشقة حتة حتة وجزء جزء، وما لقوش أي جواب ولا حتى ورقة واحدة. بس برضه محمد ما استسلمش وقال لهم طب تسجيلات المكالمات، وأكد إنه سمع بنفسه المكالمات بينها وبين الشخص ده. المحققين طلبوا الموبايلات للمرة التانية وفتشوها وما لقوش أي تسجيل ولا حتى البرنامج اللي على موبايل محمد. كل دليل كان محمد مقتنع إنه موجود كان بيختفي واحد ورا التاني. الأغرب إن محمد كان مصدق كل كلمة بيقولها، وكان بالنسبة للمحققين ده مش الشكل اللي هم متعودين عليه في الكذب. كان بيتكلم بثقة، كان مقتنع بكل كلمة بيقولها، كان فعلا عايش الأحداث.